السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ديليز دو مريم. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا هاد التحليه هذه بالفريز، كتجي رائعه وسهله، كتوجد دغيا، ما كتاخذش معنا وقت، ولذيذه بزاف بزاف. ان شاء الله تنفعكم في رمضان، في السحور ولا في مورا الافطار كتحليه. غادي نحتاجوا على بركه الله 500 ملل ديال الحليب، 250 غرام ديال الفريز، 2 ملاعق كبيره ديال السكر، و3 الملاعق ديال النشا. بالنسبه للتزيين غادي نحتاجوا 200 غرام ديال الفريز، 2 ملاعق ديال السكر، وطريفه ديال الحامض. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ الخلاط الكهربائي، غادي نضيفوا فيه هذاك الفريز ديالنا، وغادي نطحنوه جيدا حتى يولي عندنا كولي ديال الفريز. غادي نديروه في الكاسرونه، وغادي ناخذ واحد لو بول. غادي نديرو فيه داك الحليب مع النشا. هنا ضفت السكر، انا غادي نضيف هنا 500 ملل ديال الحليب، وغادي نضيف النشا. في رمضان كنحتاج بحال هاد التحليات هادو، كينفعونا بزاف سيرتو في السحور، يعني كنبغيو شي حاجه تكون حلوه، ولا مورا العشاء من بعد الصلاه. صافي غادي نضيف هذاك الخليط على الفريز، نخلط هاد المكونات مزيان ونديروهم فوق النار مع التحراك المستمر، يعني النار تكون ما مجهداش، ونبقاو كنحركو باش ما يلصقش لينا. صافي غادي نخليوه شويه حتى يبدا يغلى. هانتوما كما كتشوفوه هو راه عقاد، اون فوا كيغلى صافي كيتقال. صافي بركه عليه. دابا غادي نطفي عليه العافيه، غادي نطفي عليه النار وغادي نحيدو. غنوجد الكؤوس ديالي اللي غادي ندير. هاد الكميه هادي كتعطينا 4 ديال الكؤوس، الا كانت الكؤوس اصغر يعطيكم 5. صافي غادي نسالي، غادي نخليهم حتى يدفاو شويه، ما ندخلهمش للثلاجه سخون. غادي نخليهم حتى يدفاو شويه وغادي ندخلهم للثلاجه ان شاء الله يبردوا، وغادي نكملوا الطريقه ديال باش غادي نزينوا هاد الديسير. هنا غادي نعاود نحط كاسرونه فوق النار، غادي نضيف ليها هذاك الفريز اللي عندي 200 غرام. المهم واحد، الا كان الفريز كبير، واحد 4 حبات ديال الفريز. انا عندي الفريز كان كبير، هادو بالضبط 4 ديال الفريزات. صافي غادي نديرو بحال غادي نحضروا كونفيتور ديال الفريز تماما، غير هو غادي نخليو شويه هذوك الطروفه ديال الفريز باينين، ما غاديش نخليوه حتى يرجع يعني يذوب الفريز، لا يبقى شويه باين كيجي احسن. هنا غادي نبقاو كنحركوه، ها هو بدا كيطلق هذاك التعليكه ديالو. صافي غادي نخليوه كيطيب، غادي نبقاو نحركوه مره مره. ها نتوما كما كتشوفوا ها هو بدا كيغلى. صافي غادي نزيد نخليه شويه مازال حتى نحس بهذاك الفريز، يعني دخلو الطياب كله، ولا عندي كونفيتور ديال الفريز. صافي هذا هو الشكل اللي بغيت. غادي نحيدو دابا من فوق النار، وغادي نخليه جانبا كيبرد حتى يخرج، حتى نخرج الديسير ديالي من الثلاجه. هنا خديت داك الصحن اللي كان فيه الفريز، غادي ندير فيه هاد الكونفيتور. صافي وغادي نخليه جانبا.
الديسير ديالي ها هما. التحليه ديالي بردات، خرجتها من الثلاجه. صافي غادي نبدا نزينها بهاد كونفيتور ديال الفريز من الفوق. اللي ما عندوش الامكانيات وما قدرش يدير مثلا عنده غير 250 غرام ديال الفريز، يقدر هنا يدير كونفيتور ديال الفريز، ما كاين حتى مشكل. تا هو راه لذيذ، غير هي بالفريز كتجي زوينه احسن اللي كنوجدو حنا. صافي هنا غادي ناخذ لا كريم شونتيي، هنا راه كان كيتقطع ليا التصوير، وغادي نديرها في الفوق على هذا الشكل. والتزيين كيبقى اختياري. هنا عندي شي جوج كؤوس غادي نزوقهم باللوز، فيلي د اللوز. وهنا غادي ندير قطعه ديال الفريز. هذه التحليه 100% ديال الفريز. غادي ندير واحد الخطيط ديال الكراميل، كيجي المذاق ديالو زوين مع الفريز. صافي. والتحليه اللي كتجي على هذا الشكل هذا كتجي لذيذه بزاف، غادي تعجبكم بزاف انا متاكده. وكتقدموها بالصحه والراحه. هنا ضفت حبيبات ديال الشوكولات، كتجي في هذا الشكل هذا. ان شاء الله رمضان مبارك كريم، يدخل عليكم بالصحه وبالعافيه. وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وبارطاجيو الوصفات ديالي مع الاصدقاء ديالكم باش تستمر. هنا دقت التحليه ديالي لذيذه بزاف بزاف. ان شاء الله تجربوها وخليو لي تعليق، خصوصا في رمضان. بسلام عليكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم.